كلنا بنحب القرنبيط بس مشاكلنا معاه كتير، بينفخ لنا بطننا وبيعمل لنا مشاكل في القولون. مره هتعملوا الخلطه طعمها حلو قوي، ومره تطلع معاكم مش حلوه وشاربه زيت كتير، والاصعب تلاقوا الخلطه عجنت واحمرت بسرعه من بره من غير ما يستوي من جوه. في الفيديو ده هحللكم كل مشاكل القرنبيط وهقول لكم على كل اسراره. هيطلع معاكم كريسبي ومستوي كويس من بره ومن جوه، وخلطه مميزه طعمها حلو، والاهم من نسب المكونات اللي لو زادت هتخلي القرنبيط يشرب معاكم زيت. بعد ما تجربوا القرنبيط بكل النصايح اللي هقول لكم عليها في الفيديو، متاكده انكم هتعملوه على الاقل مره في الاسبوع. لما تختاروا القرنبيطه هاتوها صغيره او متوسطه عشان تبقى مسكره. بنشيل راسها وبنقطف الوردات بتاعتها وهنشطفها تحت الحنفيه. عندي الميه بتغلي، هحط فيها معلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. السكر بيدي طعم حلو للقرنبيط وكمان بيحافظ على لونه. والكمون معانا اساسي ما ينفعش نستغنى عنه عشان بيقلل الانتفاخ، وكفايه نص معلقه صغيره من الكمون. واللي هيخلي القرنبيط ما يتعبناش نهائي، هنضيف له من نص كوبايه لكوبايه لبن. وجود اللبن مهم لثلاث اسباب. اول حاجه الكمون بيغير لون القرنبيط، فاللبن بيخلي القرنبيط يفضل لونه فاتح، واللبن بيدي طعم تحفه للقرنبيط. والاهم من كل ده القرنبيط ريحته بتبقى نفاذه، فاللبن بيمتص جزء من الكبريت اللي موجود في القرنبيط واللي بيسبب الانتفاخ، فبالتالي بيقلل معنى الانتفاخ اللي بيحصل لنا بعد الاكل. وجربوه كمان مع الكرنب او البروكلي. يعني كده اللبن بيشيل الريحه النفاذه وبيحافظ على لون القرنبيط وبيفضل فاتح وبيدي طعم حلو للقرنبيط. ومدة السلق من بعد ما بنزل المية من 10 ل 12 دقيقة. من بعد 10 دقايق بنختبر السوا بشوكة، اللي هو يكون مستوي وفي نفس الوقت ماسك نفسه ومش مهري، يعني يا دوب هيبقى نص سوا. وبنطلع على طول من المية، مش بنسيبه يغلي. لو غلي في المية هيطرى، ولما نغلفه بالخلطة هيعجن وهيشرب زيت جدا. فخدوا بالكم، سلق القرنبيط أهم حاجة في نجاحه. وفي الطبق اللي هطلع فيه القرنبيط عندي تلج، وهزود عليه مية ساقعة، وممكن تستكفوا بمية ساقعة بس عشان نوقف عملية التسوية. وبنطلع في المية اللي بتلج القرنبيط وبنسيبه في المية لحد ما يسقع من التلج، وبعد كده بنطلعه على مصفى. الخطوة اللي بعد كده هنحضر الخليط السائل، وهعرفكم على القوام المناسب عشان القرنبيط ما يطلعش معجن معاكم. ونسب المكونات كمان مهمة برضو عشان القرنبيط ما يطلعش شارب معاكم زيت. هحتاج لبيضة واحدة بس، البيض لو زاد هينفش وقت القلي وهيخلي القرنبيط يشرب زيت، فبيضة واحدة بس مناسبة عشان تساعد القرنبيط يحمر. هنزود كمان كوباية لبن، عليها معلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وميكس التوابل ده اللي هيظبط معاكم طعم الخلطة. هحتاج لمعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والبابريكا والشطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وبودرة الزعفران، ومعلقة كبيرة ملح. وهزود كمان مكعب مرقة خضار اختياري. وهحتاج لكوباية دقيق قصادها ربع كوباية نشا، واحتاج لمعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. وخلي بالكم لو البيكنج باودر زاد هيخلي القرنبيط يشرب معاكم زيت، وفي نفس الوقت وجود البيكنج باودر مهم عشان القرنبيط يطلع معاكم هشش ومش مكتوم، عشان احنا بنتعامل مع دقيق. بقى ميكس كله مع بعضه. القوام ده كده مناسب. لو تقل معاكم زودوا من معلقه لمعلقتين لبن، ولو لقيتوه خفيف عن كده زودوا برضو من معلقه لمعلقتين دقيق عشان انواع الدقيق بتختلف. هزود عليهم كوبايه من الخضره، انا استخدمت هنا كزبره وبقدونس. ما بفضلش الشبت لانه بيسود بسرعه مع الحراره. بنقلبهم وكده بقوا جاهزين معايا. بعد كده هنجهز الكفر اليابس. هحتاج لكوبايتين دقيق، عليهم ربع كوبايه نشا، والتوابل هحتاج لمعلقه كبيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وبودره الزعفران، ومعلقه صغيره من الكمون والكزبره والبابريكا، ومعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. وبنميكس. لما بنيجي بقى نغلف القرنبيط، ايد في الخليط السائل وايد في الكفر اليابس. ولما بنغمسه في الخليط السائل بنحاول نصفيه كده شويه من السوائل برضه عشان ما يعجنش جوه القرنبيط. ولما بنحطه في الكفر اليابس بنفضل نقلبه كده كتير في الدقيق عشان يدخل في كل فراغات القرنبيط ويطلع مقرمش من كل الاتجاهات. بالنسبه بقى لزيت القلي، ودي حاجه مهمه، لازم يكون زيت نظيف. ما ينفعش نكون قلينا مثلا فيه بتنجان او استخدمناه في القلي كذا مره، لان ده برضو سبب بيخلي القرنبيط يطلع شارب زيت. لان الزيت لما بنقلي فيه كذا مره بيتقل وبيتاكسد وبيتحول لدهون، فبيفقد قدرته على التحمير المظبوط، وكمان بيتحرق بسرعه وبيطلع الاكل غامق وشارب زيت وطعمه مش حلو. واكيد حصل معاكم قبل كده انكم قليتوا بطاطس في زيت كنت استخدمتوه كذا مره ولقيتوا البطاطس غامقه او شاربه زيت وكمان نيه من جوه. ده برضو اللي بيحصل مع القرنبيط. اول دور في القلي النار هتبقى متوسطه عشان اول دور بيحمر بسرعه. بعد كده بتعلوا النار عادي، الزيت يكون غزير
لما بنلاقي القرنبيط اتشمع من اول جنب بنقلبه على الجنب التاني، ولما بيتشمع من كل الاتجاهات بنقلب فيه كل شويه على كل جنب، وطريقه التسويه دي هتخليه يطلع معاكم كريسبي. معلومه مهمه كمان، لما تغلفوا القرنبيط غلفوه وقلوه على طول، ما ينفعش تركنوه على ما تطلعوا له في الزيت، لو ركنتوه هتلاقوه مايمن معاكم ومش هيظبط معاكم في القلي. ولما تلاقوا الكفر اليابس كتل كده معاكم هتنخلوه. انا احتجت انخله مرتين على ما خلصت كميه الدقيق اللي عندي. وبنطلع القرنبيط في مصفى عشان يفضل مقرمش لاطول وقت، مقرمش من بره ومستوي مش معجن من جوه، والاهم انه مش شارب زيت. اللي كانوا من القرنبيط ده قالوا لي احنا مش حاسين ان احنا بناكل قرنبيط، احنا بناكل حاجه زي الفراخ مثلا. ويا جماعه ما تستهونوش بالقرنبيط لانه من الاكلات المفيده عشان بيحتوي على مضادات اكسده، وفي الياف بتساعد على الهضم وتنظيم السكر في الدم، ده غير انه بيحتوي على فيتامين سي وكي. ما كنتش بحب اعمل القرنبيط في البيت بسبب المشاكل اللي قلت لكم عليها، ففضلت ابحث واجرب واجتهد لحد ما وصلت لكل المعلومات اللي قلت لكم عليها. وده يخليني ارجع اقول لكم انكم لما بتجربوا طريقه الاكله شفتوها على النت ومشيتوا على كل الخطوات وبرده ما ظبطتش معاكم، ده لان بيبقى ما عندكمش المعلومه كامله. عشان كده ببقى حريصه في الفيديو اني ما انساش اي معلومه، لان هدفي ان الطريقه تنجح معاكم وتدعوا لي دعوه حلوه من الدعوات اللي بتدعوها لي وبتدخل قلبي على طول. لو عندكم اي سؤال اسالوني تحت في التعليقات، برد على كل اسئلتكم. جهزوا الطحينه والمقبلات بتاعتكم واعملوا منهم سندوتش ديناميت القرنبيط.